بيراميدز اتغلب النهارده من مازيمبي 3-0 وودع بطولة افريقيا من دور المجموعات. طبعا كله طالع دلوقتي يقول هو ده البيراميدز بتاع الطموح، انت فين يا رمضان يا صبحي؟ وشايفين الاهلي بيكسب في غانا وانما بيراميدز مش عارف ايه والكلام ده كله. طب ايه السبب اللي خلى بيراميدز يتغلب ومستواه ينهار كده؟ الكلام بتاع ملاك بيراميدز ان هم هيصفوا الفريق. حط نفسك في اي مكان ويقول لك الشركه بتاعتك هتصفي، هتشتغل فيها ازاي؟ ملاك الفريق قال لك خلاص احنا مش لو ما كسبناش وما عملناش مش هنكملوا في الاستثمار الرياضي في مصر. طب اللعيبه اللي بتلعب دي كل واحد فيهم دلوقتي بيدور على فريق. عبد الله السعيد طلع جاري على الزمالك، محمود صابر مستني الصيف عشان يروح الزمالك، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، ورمضان صبحي دلوقتي عمال يتذلل عشان يرجع تاني الاهلي. انت حطمت الفريق لما قلت انك انت هتصفي الفريق وهتفرض استثمارك الرياضي في مصر. طبيعي دي غلطه ما يغلطهاش اي حد مالك نادي. يعني ما تقولش للناس انتوا لو ما غلبتوش وخدنا بطوله ده انا هقفل طب ما خلاص، ما كله هيلعب، هيبقى مركز ان هو يشوف له عرض تاني في اي مكان تاني. بيراميدز كان مشروع كويس على فكره، كان مشروع استثماري كويس، كان ينقل الرياضه في مصر لنقله كويسه. لكن طبعا انتوا شفتوا اللي حصل، شفتوا التضييق على النادي بيراميدز، واللي يروح بيراميدز ده يعني كله يهاجمه. والنتيجه ايه؟ انت عندك نادي بيقفل. طب انت استفدت حاجه؟ ما استفدتش حاجه. النادي كان فيه لعيبه وفيه استثمارات وفلوس رايحه وفلوس جايه، هيقفل يعني خراب. دي حاجه مش كويسه. بالتوفيق لكل الانديه المصريه ومن بينها بيراميدز، نادي مصري. بيراميدز نادي مصري زي اي نادي. مستثمرين بقى اجانب، بصوا على الدوري الانجليزي، شوفوا ملاك مانشستر سيتي مين، وشوفوا ملاك ارسنال مين، وهكذا. الناس بتستثمر وبتشتغل. لازم الفكر المصري في موضوع الاستثمار ده يفتح. انت بتشجع الاهلي او بتشجع الزمالك انت حر، لكن ما تقعدش تشتم في بيراميدز وتشتم في غزل المحله وتشتم في المصري. شجع فريق براحتك، لكن الفرق الثانيه سيبها تشتغل. الله يكون في عون لعيبه بيراميدز دلوقتي بيلعبوا مش عارفين هم بكره هيروحوا فين، هيروحوا في اي نادي هيقفل ولا مش هيقفل. كله بيحاول يهرب من المركب قبل ما تغرق. هزيمه قاسيه لبيراميدز بصراحه 3-0 من مازيمبي. وياما فرق مصريه الاهلي والزمالك اتغلبوا قبل كده من مازيمبي ومن صن داونز بالخمسه. عادي في الكوره، عادي. راجعوا على مانشستر يونايتد النهارده بقاله 5 سنين ما شافش بطوله. عادي، كوره بتغير وتبدل مدير فني وتبدل لاعب بلاعب وتبدل اداري باداري هكذا. انما اصل احنا بقالنا 5 سنين ما خدناش بطوله. مانشستر يونايتد في انجلترا اللي كان ليه سنه ورنه النهارده بقاله 5-6 سنين ما خدش بطولات. يقول لي اصل انا بقالي 5 سنين ما خدتش بطولات. مش كده، ما هيجيش بكده. انت بتدعم كل موسم، بتدعم في لعيبه وتحط لعيبه تدعم وهكذا. لكن انت عايز في خلال 5 سنين تاخد بطولات يا بيراميدز؟ مستحيل. انت عامل تيم كويس، بتلعب كويس، كله بيعمل لك الف حساب، الاهلي والزمالك، والماتش بتاعك بيبقوا قلقانين. انت عامل تيم كويس، مع الوقت البطولات هتيجي. لكن انا ما خدتش بطولات هقفل؟ خلاص، انت حر.